سباب وكل ما نقول عييت عذبني تعذاب. حطوني وسط الحصيدة انشالي يا بابا، يعلم الله بالمصيدة القلوب الكذابة. كيف نارهم تقدينا ظلموا فين غادين بينا، وكيف نارهم تقدينا ظلموا فين يغروا بينا. الهم تحدى والبارح زاد اليوم، واشهدوا غدا وانا قلبي معدوم. ويا خياتي وين جيت انا بين ساداتي العفو باللي جانا، والعفو يا بابا واش الحق يزول، القلوب الكذابة نسونا في المعقول. في 17 من ديسمبر الماضي انطلقت احتجاجات شعبية واسعة وغير مسبوقة في سيدي بوزيد بعدما أضرم محمد البوعزيزي النار في نفسه احتجاجا على مصادرة السلطات عربة يبيع عليها الخضار. وأطاح الطوفان الشعبي التونسي ببن علي بعد 23 عاما في الحكم ليتبين أن الثورات يشعلها البسطاء. تتوسع موجة الاحتجاجات في العالم العربي، لكن في أقصى غربه هذه المرة. هذه أولى الاحتجاجات التي خرجت في مدن مغربية استجابة لنداء كانت قد وجهته حركة تطلق على نفسها اسم حركة 20 فبراير من أجل الكرامة. خصص لي البلاد باش دخلت دولار باش دخلت دولار باش دخلت دولار باش دخلت دولار. وما القنديل عالدوام طافي وما الصباح نشمس عوافية
الكلا خداخ دواخ ما قريتونا والو قريتونا غير الشيخ فتخ بنادم فتخ شعبق فتخ ورندوخ بالسواريخ وما بغيتوش تعمو داو لينا النهاية الفيستيفال والكورة مليار داش وهيفا مليار داح وكورة ويا شفتي وطروش بالأنقل ديال الأرض. والدق بعدا ما وقفها من ضربات الوجه الضربه ديال الوجه دوخاتني وليت كنتمشى بحال كنبقاش كنشوف اش كاين والدقات نحس بها من هنا جايه واحد اخر تيضرب من هنا. المطالب ديالنا المشروع ديال حركه 20 فبراير وللاسف ها المغرب الجديد. البشر الله خذ الحذر معاك نسيت القدر الله نسيت الله الله تهتي بجميع المال ستيها بقيل وبقال الميزان مالك مال ونسيتي الله اش قال الكريم الله الله المعبود الله لا اله الا الله انا الكريم الله الله والله واحد القانون ديالو باش منك ندير اسمه الدار ديالي بالرجل ديالو ما تاخذ الغاز الشعب في خطر الشعب في خطر
ما تصيرش هيك يلا يلا سيب الخارج يلا طلعوا الاخوه من الحزب هذا لا خويا في جو من هنا من الوسط بسم الله هيك بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عبد الغني الخنوسي، عضو في شبيبة العدل والإحسان، ناشط في حركة 20 فبراير. تعرضت مساء يوم الجمعة 25 نوفمبر 2011 واحد الاعتداء همجي من طرف 4 عناصر مجهولة. في الأول طلبوا مني تقرير، اللي يعطينا التقرير اللي هاز معاك. قلت لهم ما عندي حتى شي تقرير، وتم التفتيش ديالي، فتشوني، خداو واحد الدعوة طرف واحد الجمعية، وقال لصاحبو هذه مهمة راه خذها. من بعد شافوني كنقاوم معاهم، وشافوا الناس كثروا شوية، جبدوا واحد 3 السيوفة كيهدوني، غادي نربوك غادي نوروك، جريني وانا كنقاوم. ملي شافوا الناس كثروا، واحد فيهم قال لهم راه صحابو جايين، هربوا. كان شاد في واحد فيهم وكيضربوا السيف مع الارض هنايا. الناس هربوا، وهما ملي شافوا القضيه ان الناس بداو كيكثروا وكاين غوات هنايا، هربوا. حتى انا رجعت في الجو ديال الانتخابات وديال الكلمه للمواطن. كيعترض سابيني مجموعه من العناصر المجهوله، وكطرح هذه الاسئله اللي في الحقيقه اسئله ما يمكنش يطرحها مثلا انسان في وضعيه صعبه. والغريب انه خلاو لي الفلوس، ما خداوهم، خداو البورطابل. من بعد كيعاودوا لي مجموعه من الاصدقاء انهم اتصلوا بهم وكيجاوبوهم الا بغيتوا عبد الغني اجوا تيكيوني. كاين واحد اجوبه اخرى، الا بغيتوا عبد الغني راه مقتول، الا بغيتوا الجثه ديالو. كنأكد على تحميل المسؤوليه لجميع الناس المسؤولين في هذه البلاد، يتحملوا مسؤوليتهم في هادشي اللي كيديروا، وبان هادشي راه ما غاديش يرهب حتى شي واحد. لان النهار اللي الانسان الا خرج ومآمن بقضيه ومبدأ راه غادي يموت من اجله. لن نكون متاخرين عن درب الحريه ودرب الكرامه. سنشق طريق النصر والتحرير، وسنرسم غدا التغيير ان شاء الله. تحيه جميع المناضلين والمناضلات، تحيه الشعب المغربي التواق لغد الكرامه والحريه والعداله الاجتماعيه. رفيق عزيز، ناشط في حركه 20 فبراير، تنسيقيه انسكان شيره. كنت خدام في السيكوريتي بالحي الجامعي باكادير، وملي عرفوا كاع انا في 20 فبراير مارسوا عليا بزاف ديال الضغوطات، حتى انني اضطررت باش نخرج من الخدمه، وهذا كيتسمى طرد غير مباشر. ونهار السبت 26 نوفمبر جاتني واحد المكالمه فيقاتني مع 1:30 تقريبا ديال الليل. قال لي معك الاداره العامه لمراقبه التراب الوطني اللي هي لا دي اس تي. قال لي واش مازال ما غاديش تجمع راسك السي عزيز؟ قلت ليه مناش غادي نجمع راسي؟ قال لي بلاصتك راه ما كايناش في 20 فبراير وما كايناش في اتاك، بلاصتك حنا اللي غادي نصنعوها لك وغادي نصيفطوك ليها. سولني على موالين الدار، كل واحد بسميتو. قال لي راك كتحدى واحد الجهاز اللي العمر ديالو اكثر من 58 سنه، وانا كنحمل جهاز لا دي اس تي والمخزن المغربي كامل المسؤوليه على السلامه ديالي وديال الاسره ديالي. وكنقول ليه راه الزمان ديال الخوف راه مشى وما غاديش يرجع مازال، وعاش الشعب المغربي.